أنشطة المرسم وتكريم القادة الاجتماعيين، ويسعدنا ان احنا يكون معنا النهارده احد اساتذه المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه الذي له دور كبير وبصمه كبيره في العمل المجتمعي. يسعدنا ان نلتقي بالاستاذ الدكتور محمد حلاوه رئيس قسم العلوم التاسيسيه بالمعهد. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا استاذ محمود. دكتور محمد، النهارده فعاليه جميله في ظل اجواء فنيه واجواء فرحه واجواء بيستمتع بيها كل الحضور. عايز حضرتك تبين للمشاهد الكريم ما الهدف من الفاعلية وما الهدف الذي ينشد من خلاله للجمهور من خلال المعهد العالي للخدمة الاجتماعية. اولا اهلا بكم في الصرح التعليمي المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بالاسكندريه، اللي هو بيمثل اقدم الاماكن المرتبطه بتعليم الخدمه الاجتماعيه يمكن في الوطن العربي كله. وفي الحقيقه ان المعهد مش دوره عمليه تعليميه فقط، ان احنا بنخرج طالب قادر على ان هو يشتغل في المجال خدمه المجتمع فقط، لكن المعهد له دور كبير جدا في خدمه المجتمع من خلال مجموعه من الانشطه. ويمكن ان احنا لاول مره السنه دي، لاول مره على مستوى المعهد ان احنا نعمل انشطه لخدمه المجتمع الخارجي من خلال ان احنا استخدمنا المرسم ووحدة الإبداع اللي عندنا في المعهد، والمرسم بأحد المتخصصين اللي لهم باع كبير جدا في تعليم الأطفال وتعليم الطلاب الأصول أو فنون الرسم. ابتدينا ان احنا ننطلق الى المجتمع الخارجي، وفتحنا الباب لبعض الأطفال اللي موجودين حوالين إطار الحي اللي موجود فيه المعهد منطقة محرم بيه. وأعتقد أن وصل الأطفال اللي هم كانوا مشتركين في البرنامج حوالي يمكن 30 أو 31 طفل بيتعلموا مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالفنون والرسم وخلافه، وحققوا نجاحات جميلة جدا والولاد كانوا مبسوطين. والنهارده احنا بنكرم الولاد دول والاطفال ولادنا وولاد المنطقه، وده احد مجالات الانشطه المجتمعيه اللي بيقوم بيها المعهد. يعني نتمنى ان احنا يكون لنا لقاء ان شاء الله مع حضرتك مره تانية نواصل فيه الكلام عن المجتمع وكيف انه المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه له دور مؤثر جدا في المجتمع، بيعد المجتمع، بيعملوا عمليه توعيه، وهي اساس البرنامج عندنا. احنا بنقول برنامج مناره الثقافه الهدف الاساسي له هو توعيه المجتمع، او زي ما بنقول كده بنحكي للناس الحكايه علشان يكونوا على درايه دايما بكل ما هو محيط حواليهم. بنشكر الاستاذ الدكتور محمد حلاوه رئيس قسم العلوم التاسيسيه بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه. كل الشكر والتقدير لحضرتك.